البدايه حد يقنعني ان دي كانت مباراه وديه؟ قسما بالله ما انا مصدق. هتقول لي مباراه رسميه ماشي، هتقول لي مباراه عالميه اتفق معاك مفيش مشكله. النهارده انا لا هكلمك على روح ولا على عزيمه ولا اصرار، انا هختصر لك الكلام ده كله في كلمه واحده وهي اسود الاطلس. اسود الاطلس. ويا كاتب التاريخ مش شرط تتسحر النهارده، وانا كمان مش شرط اتسحر النهارده. انا فطرت وحليت بهذه المباراه العالميه. اكتب كده في اول سطورك ان المنتخب المغربي تاريخيا لاول مره يفوز على منتخب البرازيل. على منتخب ايه؟ البرازيل المصنف الاول عالميا. اخر 3 مواجهات او ال3 مواجهات الوحيده اللي قابلهم المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي، المنتخب المغربي لم يحرز هدفا. النهارده احنا بندخل التاريخ. سفيان بوفال وعبد الحميد صبيري النهارده بيرزعوا هدفين في منتخب البرازيل. وكمان اللي عايز يتفرج على فيلم جون ويك الجزء الرابع ومستنيه بكل شغف، اقول لك اهو البطل العربي وليد الركراكي هو جون ويك الكرة العربية والعالمية. مفيش اي مشكلة. الراجل في ظرف 3 شهور قضى على ابطال الكوكب، كوكب الارض اللي احنا عايشين فيه يا عزيز. الراجل قضى من 3 شهور على منتخب اسبانيا. مش بس كده، ده طاح كمان بالمدرب بتاعهم لويس انريكي ودخل على منتخب بلجيكا. ومش بس كده، وادى صابونه للمدرب بتاعهم اللي اسمه مارتينيز، وهوب قام ناطط على البرتغال وخلى سانتوس يشد الرحال من منتخب البرتغال وتدريبه. والنهارده بيكسب المنتخب البرازيلي. وطبعا مش هنتكلم على منتخب كندا لان ساعتها المنتخب المغربي تحس انه كان نازل حصه تدريبيه. ولكن النهارده وانت بتتفرج على الروح وعلى الجمال وعلى جمال الجمهور، احنا متاخرين قوي 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 يا عزيزي والله العظيم. النهارده وانت بتتفرج على المنتخب المغربي تحس كده ايه ده احنا من حظنا ان المغرب هتلعب معانا في تصفيات افريقيا او هتلعب معانا افريقيا. وبالمره انا عايز اقول لك كده، المغاربه امبارح كانوا قاعدين بياكلوا واخد بالك الطنجيه والبسطيله والملاوي، مش الملاوي اللي احنا كنا بنلعبها امبارح، اكله الملاوي المغربيه. اذ فجاه جالهم قالوا لهم مبروك يا مغاربه، زيمبابوي اتسحبت واتمنعت ان هي تخش التصفيات معاكم، والمغرب صعدت واخد بالك برغم ان هي لعبت مرتين، صعدت افريقيا كوتيفوار. مفروض المنتخب المغربي يلعب في تصفيات اوروبا، ولكن النهارده المنتخب المغربي بيثبت لك ان هو تحس انه اتظلم، انه طلع رابع العالم يا عزيز، رابع العالم والله العظيم. النهارده واحد هيقول لك لا اصلك البرازيل غايب منها ناس ومش عارف ايه وبتاع. تبقى هي البرازيل. التاريخ بيكتب ان المغرب النهارده انتصرت على البرازيل في المواجهه الرابعه ليهم. 3 مواجهات كانت لصالح المنتخب البرازيلي، اخرها في كاس العالم 1998 اللي كانت في فرنسا. النهارده المنتخب المغربي مش بس يعني والله العظيم مش بس كسب البرازيل، ده دلع البرازيل في وجود مين يا عزيزي؟ في وجود مين؟ في وجود ميليتاو، كاسميرو، رودريجو، باكيتا، فينيسيوس جونيور، وانطوني كمان اللي نزل، ومدربهم الجديد اللي كان بيدرب المنتخب الثاني بتاعهم الشباب او الاولمبي مش فاكر يا عزيزي. المهم ان المدرب ده ما خسرش ولا مباراه. النهارده بيخسر في طنج. تتفرج حتى على الاجواء وعلى الاستاد تلاقي تيفو بتاع اسود الاطلس مالي الاستاد بتاع طنجه. ومش بس كده، كمان تلاقي كمان الجمهور بتاع المغرب النهارده بسم الله ما شاء الله. الجمهور تحس ان المباراه بتتلعب في اول اليوم. المباراه مش بتتلعب مثلا الساعه 12 اللي هي الساعه 11 بتوقيت المنتخب المغربي او بتوقيت شعب المغرب. النهارده تلاقي الجمهور كامل العدد. الجمهور النهارده كان فول كومبليت يا عزيز، 5700 فرد امن بيأمنوا. فريق كشافه كبير جاي علشان يتفرج على مزراوي وسفيان المراب، سفيان المرابط وعناح. وبمناسبة سفيان المرابط تحس ان سفيان المرابط طلع اراخو اللي جواه والله العظيم. النهاردة سفيان المرابط خفى حاجة اسمها فينيسيوس جونيور هو واشرف حكيم. ولكن النهاردة سفيان مرابط والله العظيم ما يستاهل يلعب في فرونتينا. لا انا مش هقول برشلونة، انت تستاهل تيجي ريال مدريد. انت تستاهل بريز يفك كيس امه واخد بالك لو هيبيع ذهب عيلته كلهم والله العظيم، وتيجي تلعب في المارينج الجميل حتى لو طالبين فيك 100 مليون. قسما بالله تستاهله. لاعب عنده 26 سنه بايده انه يغطي نص الملعب والملعب كله ويدافع كمان للبرازيل. مفيش مشكله، في وقت فراغه في الملعب ممكن يروح يدافع للبرازيل. النهارده فينيسيوس جونيور اختفى تماما في وجود سفيان المرابط واشرف حكيمي. وكان فيه مثلثات جميله قوي
وانت بتتفرج كده تلاقي اشرف حكيمي واخد بالك ممكن عادي ان هو يلعب في العمق مع الراجل اللي اسمه حكيم زياش مع أناحي، الثلاثه دول متكتلين ناحيه اليمين، تلاقي الناحيه الثانيه سفيان بوفال اللي جاب جون النهارده عالمي، جاب جون تثبيت، ثبت حارس المرمى البرازيلي. المهم يعني سفيان بوفال، بعد كده تلاقي مزراوي مع سفيان بوفال، وتلاقي الراجل اللي اسمه الخنوس تقريبا واخد بالك، ثلاثه هنا وثلاثه هنا، وسفيان مرابط مع نفسه. سفيان مرابط واقف في نص الملعب، احلى ارتكاز والله العظيم، من افضل اللعيبه الارتكاز اللي في نص الملعب اللي في العالم، اللي في العالم يا عزيزي والله العظيم. وتلاقي رومان سايس وتلاقي اكراد واخد بالك، وتلاقي اللعيبه نازله فايقه، وتحس كده ان في ساعات كده تلاقي ياسين بونو عايز يطلع نوير اللي جواه. يا عم ياسين اقف جون، يا عم انت وظيفتك ان تقف جون. انا الغلطه اللي الهدف اللي دخل بتاع كاسميرو لو دخل في اي حارس مفيش مشكله، انما انت من افضل حراس المرمى في العالم يا عم ياسين، في العالم يا عم ياسين. خليني افكرك برضو يا عزيزي ان لو وصلك هذا الفيديو ما تنساش تعملها لايك من هنا ولايك من نار.